السلام عليكم. النهارده الجمعة والدنيا لسه مفيش شغل وكده، فقلت ايه اسجل. الناس اللي بتتابعني مع اليوتيوب من زمان عارفين ان كنت بنزل محتوى عن الشغل باوبر وندرايف، وجالي كومنت بصراحة ان انت ليه بطلت تنزل المحتوى ده. هو انا يعني هحكي باختصار كده قصة الايه الموضوع، من ان انا كنت شغال بعربية وحاليا شغال بموتوسيكل. انا اصلا زمان قبل ما اشتغل بعربية كنت شغال بموتوسيكل. قعدت فترة طويلة شغال موتوسيكل والحمد لله، يعني كان رزقه واسع جدا يعني. وبعد كده بطلت مع الوقت، وبعد كده قلت ايه، طب نطور الموضوع شوية، وجبت عربية ليدا 2107 وكنت مسجلها ان درايف واشتغلت بيها. تجربتي بصراحة مع العربية، هو عموما اصلا يعني عشان الواحد يبقى عارف ان كل واحد ربنا كاتب له باب رزق في حتة معينة. فمش شرط ان انا مثلا اكون نجحت في حاجة او فشلت في حاجة ان غيري ينجح او يفشل فيها زيي. هو انا ما كانش ليا باب رزق في العربية قوي. بس هحكي لكم باختصار كده. اولا انا كان معايا ريد 2107، كانت مقبوله في اندرايف بس للاسف، وكانت عامله لي ازمه جدا في الشغل في اندرايف، ان لما كان العميل بيقبلها، او العميل ما كانش بيقبلها بسهوله. مجرد ان هو يعرف ان هي ليدا 2107 فبيجي في دماغه ان هو ده تاكسي. وللاسف كان في تكوسه اصلا كتير بتشتغل اندرايف يعني. فهو اول ما هي ليدا 2107 بيرفض، او ان انا اضطر ان انا انزل السعر عشان العميل يقبل. وانا بصراحه عشان يعني متعود على الشغل بالموتوسيكل كتير، فكانت يعني بتحرك بالموتوسيكل على طول كتير، فكان الموضوع بالنسبه لي دمه تقيل شويه، مش عارف اتحرك بسرعه. تكاليف العربيه مصاريفها كانت كتير جدا. انا قعدت سنه بالظبط شغال، وبعد السنه دي لما جيت انا بالطبع بحب اسجل كل حاجه مصاريفي والدخل اللي بيجي من العربيه، رغم ان انا كنت بشتغل يعني كل يوم مش اقل من 5 ساعات مثلا. بعد سنه لقيت نفسي انا صارف على العربيه، مش العربيه مدخلي دخل. فهو شغل العربيه حلو، بس انا ما نجحش معايا. حاليا رجعت اشتغل تاني بالموتوسيكل. انا بشتغل اساسا دي وبحط اندرايف احتياطي جنبه. دي فيه مميزات جامده جدا. انا رغم ان انا يعني بقالي فتره كنت موقف بقالي فتره ما بشتغلش، بسبب ان يعني كان عندي والدي ظروفه الصحيه كان تعبان الفتره دي، وكان للاسف مش بعرف اشتغل. فبعد ارتفاع البنزين الناس شايف الناس كلها بتتكلم ان الشغل وحش والفلوس وبيلموش فلوس حلوه من الشغل. بصراحه انا يعني بقالي مثلا حوالي اسبوع دلوقتي رجعت اشتغل تاني. لا، في الشغل في دي جميل جدا. انا بحصل رقم محترم كل يوم. هكلمكم عن تفاصيل الدخل وبيخش لي قد ايه، ومصاريف الموتوسيكل قد ايه كل شهر، في الفيديوهات اللي جايه. بس عموما دي دلوقتي بقى لي فتره انا ملاحظ ان هم لو يعني، هو انا ليه برجح انك تشتغل على ابلكيشن واحد وتخلي واحد احتياطي. ابلكيشن واحد بيبقى مثلا زي انا بشتغل على دي على طول باستمرار، بينزل لك بونص طول ما انت شغال. كل ما بتحقق رحلات اكتر بتاخد بونص اكتر، بتبقى عارف مواعيد اللي فيها شغل، بتعرف تركز عليها. دي بيقدم حاجه اسمها زيرو عموله بشتريها، فانا بشتري بقى بدفع 20 جنيه او 22 جنيه كل يومين او 3 ايام على حسب العرض يعني، وما بياخدش مني عموله خالص. فبالنسبه لي دي فيه مميزات كتير جدا. المحفظه يعني هحكي لكم على التفاصيل دي كلها بعد كده لما نيجي نتكلم في سلسله الحلقات اللي تابعه للشغل اوبر وكريم والنقل الذكي. بس لو عجبكم المحتوى ده اكتبوا لي في الكومنتات. وعموما انا يعني انا عشان كشخص متعدد الشغف هتلاقوا عندي ايه اوبشن كتير، بقدم حاجات كتير قوي. هستمر في الانيميشن زي ما انا، وفي سلسله جديده اصلا كمان هبتدي فيها غير الانيميشن. فتابعوني وشويه تشجيع بقى كده، لايك وشير وكومنتات وتابعوا القناه. يلا سلام.